لما اسال الاولاد تحبوا تتغدوا ايه اخر يوم في السنه، وكان ردهم عليا بيتزا بيتزا. طب احنا اخر الشهر يا جماعه، قلت والله العظيم ما انا مزعلاهم. جبت كيلو دقيق عليه رشه زعتر ورشه ملح وقلبتهم وسبتهم على جنب. جبت كوبايه، نزلت بكيس خميره، معلقه سكر، ميه فتره، وقلبتهم عشان اشوف الخميره شغاله ولا لا. وفي ثواني لقيت الخميره ارتفعت. حطيتها على الدقيق وهبدا ان انا انزل بالميه واحده واحده، وهبدا ان انا احطها على الرخامه واعجنها كويس قوي لحد ما يبقى الملمس بتاعها ناعم. انا عارفه عجينه البيتزا بتتعمل بانواع كتير جدا وطرق كتير، بزبادي ولبن بودره والكلام من ده، بس انا قلت من مطبخي هدفي من الفيديو ان لو عندك اي حاجه اعمليها وفرحي اولادك. جبت هنا بقى نص كيلو صدور فراخ وعليها معلقه بهارات شاورما، وهبدا ان انا اشوحهم. طبعا ما سبتهاش في التتبيله عشان كانوا جعانين والنور مقطوع وكنت مستعجله بصراحه. بدات بقى احط رشه قرفه عليها رشه زعتر واقلبهم، ومحطتش فلفل الوان عشان طبعا الفلفل هيتحط على البيتزا ما تبقاش كتير. حطيت بس يا دوب بصلايه شرايح وهسيبها كده تبرد. لازم تحط الحشوه وهي بارده. هبدأ بقى ان انا اجيب معلقتين صلصة كده وعليها رشة زيت ورشة ملح وزعتر، وهقلبهم كويس. ودي كانت الصلصة. انا عارفة الصلصة بتتعمل بطريقة طماطم مشوية والكلام من ده، بس انا بقول لكم بأبسط حاجة ممكن تفرحي اولادك. انا عجنت هنا العجينة وعملتها 4 وحدات، 4 بيتزات، وكل واحد بصراحة اتغدى واتعشى بالبيتزا بتاعته. هنا بقى كانت الحشوة عبارة عن زيتون، كانوا طالبين 2 فراخ و2 بالجبنة. همسك بقى رش الدقيق وهمسك العجينه، هبدا ان انا افردها. لو انت عايزاها رقيقه رقيقيها، لو انت عايزه العجينه سمكها تخين ما ترققهاش قوي. هبدا بقى ان انا افردها وهجيب الصاج. طبعا انا جبت الصاج عشان هخبزه في الفرن اللي هو البلدي اللي هو الانبوبه. هبدا بقى ان انا احط الصلصه وابدا ان انا احط الحشو اللي انت عايزاه. وكانوا عيالي هم اللي بيعملوه، كانوا مبسوطين وفرحانين. دي عندي بالدنيا كلها، وقلت لكم بأبسط حاجة قدرت ان انا افرح عيالي اليوم ده. بحط بقى هنا الفراخ، قسمت الفراخ على 2، وفلفل الوان طبعا، وفلفل اصفر واحمر اللي انت عايزاه، وزيتون، وعليه جبنه رومي مبشوره والجبنه الموزاريلا. انا بصراحه ما رضيتش اقصها واوريها لكم عشان الجبنه الموزاريلا كانت سيئه جدا، ما كانتش بتمط معايا، كان النوع بتاعها وحش، كان عليه عرض، بس بصراحه ندمت ان انا جبتها. فعشان كده ان انا ما قصتهاش ووريكم البيتزا. هبدأ بقى ان انا ادخلها الفرن. والبيتزا بتحبي يعني تحطيها على نار عالية، ما تحطهاش على نار هادية خالص. انا كده دخلتها الفرن. هبدأ ان انا اعمل اللي هي بالجبن عشان ما بتاخدش وقت في الفرن. برضو فردت العجينة وحطيت الصلصة. هنا بقى هحط بسطرمة ولانشون وزيتون وفلفل الوان والجبن وبس. انت بقى حابة تعمليها بتونة، بسجق، بفراخ، بلحمة مفرومة، جبن، بس زي ما انت عايزة. البيتزا دي بقى الحشوة اللي انت بتحبيها بتحطيها وخلاص. وده كان فيديو النهاردة، وكل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم يا جماعة. وبأقل حاجة قدرت تفرحي اولادك وتسعديهم بحاجة بسيطة خالص من عندك. وهوريكم بقى شكلها. دي بقى اللي طلعت، دي اللي هدخلها اللي بالجبن، ودي بقى اللي طلعت اللي هي بالفراخ. وكان ده فيديو النهاردة. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.